يحكى أنه في أحد العصور القديمة كان يوجد قاضي يدعى زهران، قد اشتهر بذكائه ودهائه وحكمته في إرجاع الحقوق لأصحابها ورد الظلم عن المظلومين، بعدما استطاع حل 3 قضايا من أصعب القضايا التي تعرض لها. القضية الأولى: يحكى أن رجلان كانا يجاوران بعضهما، وكان أحدهما طيبا والآخر ماكر، لكن الجار الطيب عاش بجانب جاره، وهو لا يعلم أن جاره لديه صفتي المكر والخداع. وفي أحد الأيام تعسر الجار اللئيم وضاق به الحال، ولم يجد في بيته ما يسد جوعه، فذهب إلى بيت جاره الطيب ليطلب منه قرضا فلم يجده، لكن زوجة جاره أخبرته أنه ذهب إلى عمله منذ الصباح ولم يرجع بعد. فقرر الجار اللئيم أن يذهب إلى جاره في مكان عمله، وبينما كان الجار اللئيم يسير في طريقه إذ به يرى جاره عائدا من عمله، فأوقفه وأخبره أنه قد تعسر به الحال وطلب منه أن يقرضه 1000 درهم. لم يتردد الجار الطيب في أن يقرض جاره قرضا حسنا، وكانت هناك نخلة قريبة منهم، فقال الجار الطيب لجاره: غدا بمشيئة الله سوف أدبر لك 1000 درهم، وسوف أنتظرك هنا بجانب هذه النخلة. وفي اليوم التالي ذهب الجار اللئيم ليقابل جاره ويأخذ منه 1000 درهم، وعندما وصل إلى المكان وجد جاره ينتظره بجانب النخلة كما وعده، وكان الجار الطيب قد جمع 1000 درهم ثم أعطاها لجاره كما وعده. فقال الجار اللئيم لجاره: سوف أرد إليك هذا المال بعد 3 أشهر من الآن. وافق الجار الطيب على ذلك دون أن يأخذ من جاره أي وثيقة تثبت ذلك. وبعد مرور 3 أشهر ذهب الجار الطيب إلى جاره ليسترد 1000 درهم، فأنكر الجار اللئيم 1000 درهم التي أخذها من جاره. حزن الجار الطيب لما سمعه من جاره اللئيم، وقال في نفسه: لقد وصلنا إلى زمن يرد فيه الخير بالشر والحسنة بالسيئة. لكن الجار الطيب كان قد سمع عن القاضي زهران وقوة ذكائه ودهائه في كف الظلم وإرجاع الحقوق لأصحابها، فذهب إليه ليشتكي إليه جاره. وعندما وقف أمامه وقص له ما حدث له مع جاره، إذ بالقاضي زهران يطلب من أحد الحراس أن يحضر له ذلك الجار. وعندما حضر الجار اللئيم نظر إليه القاضي زهران وقال له: إن جارك يدعي أنه أقرضك 1000 درهم، فهل ما يدعيه جارك صحيح؟ أنكر الجار اللئيم ما سمعه من القاضي وقال: يا سيدي القاضي، أنا لم أخذ شيئا من جاري، ولم يسبق لي قبل ذلك أنني اقترضت منه مالا، وأن ما يدعيه كذب وافتراء. حينها نظر القاضي زهران إلى الجار الطيب وقال له: هل لديك شاهد على أن جارك قد أخذ منك 1000 درهم أو وثيقة تثبت ذلك؟ قال الجار الطيب: لا يا سيدي القاضي، لكنني عندما أقرضته المال كنت أثق به، ولم يخطر ببالي حينها أن جاري سوف ينكر حقي. شعر القاضي زهران بصدق كلام الجار الطيب وفكر قليلا، ثم نظر إليه وقال له: إن كنت صادقا فيما تقول وأنك قد أقرضت جارك 1000 درهم، فاذهب وأتيني بحفنة تراب من المكان الذي أعطيت فيه المال لجارك.